طالب طب في المؤتمر السنوي لأسرة سيبيس. بعد أنشودات أنس عبد الستار الجميلة أخدنا بريك بحيث إن الناس تريح شوية، ولكن أنا مهدتش وقررت إن أعمل لقاءات مع الحضور وأسألهم عن رأيهم في المؤتمر لحد دلوقتي. شرف بيك. احمد. كلية ايه؟ طب يا باشا. اسمي محمد خيري، طب المنوفية، دفعة 44. يوسف أشرف. كلية ايه؟ سيد عبد الله حماد، كلية طب بيطري. محمد حامد، كلية ايه؟ كلية طب المنوفية. مين أكتر سبيكر عجبك معانا النهاردة؟ الناس هنا ما شاء الله كانوا كويسين، بالذات محمد العجمي ده حاجة جامد أكيد. ممكن نقول مثلا أنس. والله مؤتمر جميل جدا، ويعني صراحة قراءة القرآن كانت جميلة، والأنشودة برضو، وضحكنا شوية مع محمد العجمي برضو، بالذات الدكتور حاتم لأن من زمان أوي وأنا كنت عاوز أقابله يعني. منعم. ايه اللي عجبك في الكلام بتاعه؟ وعجبني فكرته وتكرير تفكيره، وعجبني كمان اللي هو قصته ان هو زي ان عمل ريكفري بسرعه وقام، وبجد شخصيه تشرف. دكتور محمد مغاوري حسيته خد راحته كده. كان دكتور منعم برضه أيوة. عجبنا جدا عشان كان بيتكلم بمنطقيه، خاصه ان احنا كليات طبيه وهو مره يعتبر تجربه حد مننا. دكتور 60 اللي هو حاتم 60 كان تحفه، وحكى تجربته كامله طبعا من بدايه مصر. تقريبا ما حكاش الحكايه دي في اي حته قبل كده، اول مره اسمعها اصلا حكايه مصر لحد ما سافر امريكا. فلا كانت مؤتمر جميل، الواحد استفاد كتير قوي يعني الحمد لله. دكتور منعم كان كلامه جميل جدا. هم ما حصروش الشخصيات الطبيه بس، هم جابوا ناس من الازهر وجابوا ناس من تمريض كذا تراك كده. عجبني موضوع ان كل واحد جه يتكلم عن حياته بهدف ان هو يلهم الناس ويقول لهم انه مش معنى ان حصلت لك حاجه وحشه انك تقف، لا انت تقدر تكمل وتعب، وان شاء الله ربنا هيوفق كل واحد بيتعب. دكتور حاتم الستيني وحكايته ازاي هو نجح في الوصول انه يبقى حاجه عالميه كده مع الخيل. دكتور محمد مغاوري بصراحه الانشوده بتاعته كانت جميله. برضك دكتور انس، دكتور حاتم الستيني كان كويس جدا برضك، ما شاء الله عليه. مستني مين معانا تاني النهارده؟ في دكتور حسام عيسى ودكتور عمرو البركي. حسام عيسى وعمرو البركي اكيد. لو تكمل معانا اليوم؟ ان شاء الله باذن الله. كمل معانا اليوم اكيد ان شاء الله. متحمس تكمل معانا اليوم؟ ان شاء الله. كمل معانا اليوم اكيد ان شاء الله. شرفنا بك يا حبيبي. 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 ربنا يخليك يا دكتور. وبعد البريك جه دور دكتور حسام عيسى اللي اتكلم معانا عن أهمية دعم مرضى السرطان وحكى جزء من قصة حياته، وسألنا بعدها أسئلة طبية ووزع جوائز على اللي جاوبوا صح. عارفين والدتي وانا في ثالثه اعدادي قالت لي قابلني لو دخلت ثانوي عام هتخش صنايع. دخلت ثانوي عام قالت لي قابلني ان دخلت حتى ان جبت حتى 50%. دخلت كليه الطب قالت لي مش كل دكتور بيبقى ناجح. بعدين ادانا دكتور عمرو البركي شوية نصايح مفيدة عن المذاكرة وازاي تذاكر بفعالية. النقطة اللي بعدها يوز ستوب ووتش. مهم جدا تستخدم ستوب ووتش او تايمر وانت بتذاكر عشان تحس بقيمة الوقت. بعدين انشد معانا دكتور مصطفى مكي احلى انشودة تقريبا في اليوم. أتراني الآن يا دربي فاليوم وصلت إلى حلمي ما كف عن البهجة قلبي لا وصف يدونه قلمي. بعدها اتكلم معانا مؤمن بدر كلام مفيد ومحفز عن السوشيال ميديا تحديدا وتأثيرها علينا. هو أنا موجود على السوشيال ميديا ليه؟ عشان أقدم رسالة. ايا كان عدد المستمعين او عدد اللايكس او الفولورز الموجودين، هو كده كده في ناس موجوده هتحب ان هي تسمعك، تحب ان هي تسمع منك، تسمع من التجارب اللي انت عديت بيها. بعدين اطلع علينا محسن سعد وقلد اصوات شخصيات مشهوره وضحكنا كتير فعلا في اخر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كده انا مبسوط ان انا موجود معاكم وولاد ابويا. اسمع يا سيد ابو خارست، مش سيد ابو حفيظه اللي جلده يتعمل طبل ويتهدد وتقول لي اعد من 1 لحد 10 عشان انا هجري من عند 8. وبكده تكون فقرات اليوم خلصت على خير، وبجد حابب اشكر كل السبيكرز اللي حضروا معانا وافادونا كتير في اليوم الجميل ده. سلام.